ده داخل 7 دخات. الثعلب فات ديله 7 لفات. القطة ب7 أرواح. ايه حكاية رقم 7 مع المصريين؟ اللي عايز يعرف خليكم معايا. معاكم منى بيبر، صفحتنا تيتا الصغننه اللي فيها الخلاصه، اللي فيها من الاخر، اللي فيها عصير الدماغ، عصير الكتف، كوبايه صغننه من تيتا الصغننه. المصريين في عقيدتهم متدينين جدا، فهم لاحظوا ان اول حاجه خدوها على العقيده ان ربنا لما خلق الدنيا خلقها في 6 ايام واستوى على العرش في اليوم السابع. خلق لنا الاسبوع 7 ايام. خلق لنا طبقات السماء 7، خلق لنا طبقات الارض 7، خلق لنا البحار 7، خلق لنا القارات 7. حتى التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله 7 كلمات. سورة الفاتحة 7 آيات. حتى لحظة الصفا والمروة 7، طواف حوالين الكعبة 7. ذكر ربنا في القرآن رقم 7 في سورة يوسف 7 سنين عجاف، 7 بقرات. وفي سورة تانية 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فيبقى رقم 7 ده جاب من الآخر. احنا لو بصينا حتى ألوان الطيف 7. حتى الناس عرفوا وعصرنا عن الرسول في اليوم السابع الولد يتحرق له ويتعمل له عقيقة ويتطهر. ألوان الطيف 7. السلم الموسيقي، حتى السلم الموسيقي 7. عشان كده المصريين حبوا رقم 7 وحسوا ان ده رقم الكمال، فقدسوه او حبوه. وبدأ ده راح في 7 نومة، يعني نام من الاخر، ما فيش نوم بعد كده. ده داخل 7 دخات، يعني محدش داخ اكتر من كده. ده قطة ب7 أرواح، يعني محدش قادر عليها. بتاع لفات وبديله 7 لفات، يعني لف مفيش، كله من الاخر. فالمصريين حسوا ان ده من الاخر. فلو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تدعموني، واشوفكم على خير. ربنا يخليكم ليا، وشكرا كلا على الدعم اللي انا حاسه بيه اليومين دول، وبشكركم جدا جدا. واي حد عايز حاجه يسالني وانا تحت امرك.